السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة الإنجليزية للجميع. هنحل مع بعض في الفيديو إن شاء الله مجموعة من الامتحانات المطابقة لأحدث المواصفات للورقة الامتحانية لقطاع الأزهر 2023. تعال نبدأ مع بعض وشكل الامتحان. أول سؤال معانا بيبقى سؤال ديالوج في 3 نقاط ناقصين. النقاط دي ممكن تكون جمل أو أسئلة، وكل جملة أو سؤال عليها درجة كاملة. تعال نشوف مع بعض. هنبدأ الأول بقراءة الديالوج، نقرأ الديالوج كويس. بعد ما نقرأ الديالوج كويس هنبدأ نتعامل مع المطلوب معاه. نبدأ الأول بمقدمة الديالوج بتبقى موجودة فوق. بيقول مريم is asking Sandra if she has got any best friends. يبقى معنى مريم بتوجه أسئلة لزميلتها ساندرا. if هنا معناها لو كان عندها، if she has got لو كان عندها any best friends أي أصدقاء مراسلة. بتبدأ مريم بالسؤال have you got any best friends؟ عندك أي أصدقاء مراسلة يا ساندرا؟ ساندرا قالت لها yes I have one، أيوة عندي واحدة. مريم هتسأل سؤال، ساندرا بتجاوب she is British، بتقول لها هي من بريطانيا. مريم بتسأل سؤال تاني، ساندرا قالت لها 14 years old، عندها 14 سنة. مريم بتسألها what are her favorite hobbies؟ ايه الهوايات اللي هي بتحبها قوي؟ وساندرا بتجاوب في الآخر. ده كان الحوار معانا. يبقى الحوار هنا مطلوب من سؤالين وجملة. طيب بعد ما قريت الحوار كله وعرفت ايه المطلوب، ابدأ بقى اجاوب. لازم نعرف ان سؤال الدايلوج ملوش اجابة نموذجية، يعني ممكن اي اجابة تنفع طالما صح في الجرامر وماشية مع بقية الديالوج. في اول سؤال مثلا بتقول له she is British، هي بريطانية، يبقى عايزة تسأل عن جنسيتها. ممكن تسأل عن جنسيتها ازاي؟ تقول له what is her nationality، ده سؤال. what nationality is she، جنسيتها ايه. where does she come from، where is she from. حتى لو كتبت where does she live صح برضه. حتى لو كتبت what is her country، بلدها ايه، اي حاجة صح طالما بتدي مين المعنى وبتمشي مع بقية الديالوج. يبقى احنا نقول كده what is her nationality. بعد كده بتسألها عن عمرها، قالت 14 سنة، يبقى عارفين طبعا لما اسأل عن العمر اقول how old is she، لان انا بتكلم عنها. لو انا بكلمها هي كنت قلت how old are you، لكن انا بتكلم عن ساندرا اللي غايبة، يبقى هو how old is she، how old is she. ممكن نسأل كمان what is her age، what is her age، عمرها قد ايه. مريم لما سألت ساندرا في آخر سؤال عن هير هوبس، ممكن تكتب أي هوبس، أي هوايات، تبقى تقول ريدنج القراءة، دروينج الرسم، بلينج جيمز، تمام، بلينج تشيس، أي هوايات. يبقى بنقول كده. ممكن نجاوب إجابة كاملة نقول هير فيفورت هوبس ار، وممكن نكتب إجابة مختصرة على طول نقول ريدنج أند دروينج. السؤال الثاني معانا من أسئلة الامتحان وهو سؤال المواقف. بيدينا موقف أو بيحطنا في موقف، يقول إيه الكلام اللي أنت ممكن تقوله في الموقف دوت. ممكن الكلام ده يكون سؤال هتطرح على الشخص لو أنت عايز تعرف معلومة، أو ممكن يكون رد على سؤال واحد بيسألك وعايز يعرف معلومة. تعال نشوف مع بعض النموذج دوت. Your friend wants to know when the train to Alexandria leaves. يبقى صديقك wants to know عايز يعرف، يعني بيسألك ايه when، متى. the train to Alexandria leaves، القطر اللي رايح اسكندرية بيتحرك امتى. طيب المطلوب مننا ايه؟ اجاوب. واحد بيسألني يبقى هجاوبه. طب اجاوبه عن ايه؟ اداة استفهام وين، يبقى اقول كده the train to Alexandria leaves at 5، هيتحرك الساعة 5. محدش يقول لي بقى ايش عرفني، اي وقت، المهم دلوقتي تقول الجملة صحيحة. يبقى the train to Alexandria leaves at 5. تمام. ممكن كمان بدل ما اقول the train to Alexandria كلها اكتب it leaves at 5. it leaves at ايه؟ at 5. رقم 2 you greet your teacher in the morning، قابلت المدرس بتاعك في الصباح وعايز تسلم عليه، هتقول له hello good morning، ماشي. how are you sir، اي حاجة برضو تمشي.
السؤال الثالث معانا وهو سؤال اختياري. طبعا المواقف كل سؤال عليه درجة أو كل موقف عليه درجة. بعد كده أسئلة الاختياري كل سؤال برضو عليه درجة. تعال نشوف مع بعض على الكلمات والجرامر اللي كانت معانا في الوحدة. أول جملة بتقول The journey to Luxor was I enjoyed a lot. الرحلة بتاع الأقصر كانت إيه؟ عشان كده استمتعت بيها كتير. يبقى أكيد كانت comfortable مريحة. هو ده الوصف الوحيد اللي هو إيجابي. رقم 2 My father always me to do sport. بابايا لما أنا أكون عايز أعمل رياضة أو عايز نعمل رياضة يعمل إيه؟ هيشجعني. يبقى encourages me بيشجعني على طول. رقم 3 people think only about bad things. الناس مين؟ دايما اللي بيفكروا في الحاجات السلبية، ما عندهمش طاقة، ما عندهمش استعداد للشغل، دايما بص على نص الكوباية الفاضي. يبقى دوت سميناهم negative people، الناس السلبيين اللي مش عايزين يشتغل. رقم 4 how I go from Cairo to أسوان. عايز يقول ازاي اروح من القاهرة لحد أسوان. يبقى هنا ده سؤال في المضارع البسيط استخدم مع الفعل do. لو كان في كانت تنفع برضو how can I go أو how do I go. آخر جملة معانا على المضارع التام اللي خدناه في الوحدة الرابعة والخامسة. I haven't قلنا have وhas والتصريف الثالث يبقى eaten Chinese food، يعني لسه ما أكلتش الأكل الصيني. السؤال رقم 4 معانا في الامتحان وهو سؤال القطعة. هيجي لنا قطعة عليها 5 أسئلة كل سؤال بدرجة. نقرأ القطعة كويس ونترجمها، نحاول نترجمها ونفهم المعلومات الأساسية اللي فيها اللي هو يسألنا عليها بأدوات الاستفهام what when وwhere والكلام ده. واحنا بنقرأ نعلم على الكلمات أو المعلومات الأساسية. نبدأ مع بعض. Tourists all over the world like to visit many places in Egypt. يبقى السياح من كل أنحاء العالم بيحبوا إن هم يزوروا أماكن مختلفة في مصر. ماشي. They visit the pyramids in Giza. بيبدأوا بالبيراميدز في الجيزة. They are very important in the history of Egypt. إيه اللي بيخليهم يعني يزوروا الأهرامات؟ علشان as يعني because هنا they are very important in the history of Egypt. مهمين جدا في التاريخ المصري. Thousands of years ago من آلاف السنين the great kings of Egypt built them for their tombs. بنوا أجدادنا العظماء الملوك العظماء هذه الأهرامات. ذم هنا يقول لك عايدة على إيه؟ طبعا احنا ما ذكرناش هنا ذم دي عايدة على جمح، اللي ذكرناه في الجملة اللي قبلها اللي هم مين؟ بيراميدز طبعا. يبقى والفعل بيلد يعني يبني، يبقى they built the pyramids، بس بدل ما نذكر كلمة بيراميدز حطينا مكانها ضمير they. for their tombs كانوا عاملينهم علشان يبقوا مقابر ليهم. tourists also visit خان الخليلي in old Cairo. كمان بيزوروا خان الخليلي ودي موجودة in old Cairo. قلنا نعلم على المعلومات الأساسية اهو. مكان it has been Cairo's most important shopping area. ده بيحتل مكانة مهمة جدا وبيعتبر كأهم مركز تسوق في مصر أو منطقة تسوق في مصر. It is a historic place where people can buy different things. مكان تاريخي ممكن الناس تشتري منه حاجات مختلفة such as gold ذهب chairs كراسي tables ترابيزات carpets سجاد جلاس زجاج kitchen equipment معدات للمطبخ وأدوات للمطبخ and tourist souvenirs وبعض الحاجات التذكارية اللي ممكن يشتريها السياح. In this crowded place في هذا المكان المزدحم يقصد بخان الخليلي there is a famous cafe في مقهى مشهور قوي where one can sit and relax. أي حد ممكن يروح يقعد هناك ويسترخي ويقضي وقت جميل. Sometimes Egyptian artists and writers أحيانا بعض الكتاب المصريين والفنانين المصريين، فنانين يعني يقصد الرسامين يعني، come to talk and drink tea بيجوا هناك للمقهى دوت talk يتكلموا مع بعض and drink tea ويشربوا أي مشروب زي تي كوفي أو القهوة or fruit juice أو عصير الفواكه.
يلا نشوف أسئلة القطعة. السؤال الأول: What do tourists visit in Giza؟ السياح بيزوروا ايه في الجيزة؟ قلنا the pyramids. ممكن نكتب إجابة the pyramids بس، أو نقول they visit the pyramids. الاتنين صح. رقم 2: where is خان الخليلي؟ زي ما قلنا خان الخليلي فين؟ أو in old Cairo أو it is in old Cairo. رقم 3: what do writers and artists do in the cafe؟ الجماعة الكتاب والفنانين بيعملوا ايه في المقهى؟ قلنا they talk، بيقعدوا هناك يتكلموا، and drink، ويشربوا tea coffee or fruit juice. أسئلة الاختياري: the underlined word them. كلمة them ديت اللي كانت هناك اللي كان تحتها خط، قلنا حلت محل كلمة the pyramids، الأهرامات، هي اللي كانت مذكورة قبلها وهي اللي تنفع تيجي بعد كلمة build. رقم 5: خان الخليلي has been Cairo's most important area. عايزين الخان الخليلي دوت، قلنا كانت ايه او كانت ولا تزال واحدة من اهم مناطق التسوق. طب التسوق يعني ايه؟ شوبينج. طيب هنا مفيش شوبينج، يبقى اقرب كلمة لليمين تريدنج اللي هي التجارة. يبقى تريد معناها تبيع وتشتري، وشوب معناها تبيع وتشتري. يبقى هنا هنقول تريدنج مكان كلمة شوبينج. خلي بالك ممكن يعمل حاجة زي كده ان انت تضطر ان انت تجيب كلمة من عندك او يقول لك معنى الكلمة دي ايه، تمام، بالاضافة للكلمة اللي عايد عليها الضمير. السؤال الاخير معانا وهو سؤال الباراجراف. بيقول لنا write a paragraph of 6 sentences، 6 جمل on، وبيدينا عنوان معين. هنا العنوان your role model اللي هو القدوة اللي في حياتك. ممكن طبعا الموضوعات دي والعناوين تكون من الموضوعات اللي درسناها في الوحدات الستة اللي أخدناهم في الترم الأول، مثلا زي في يونت 1 درسنا review on your country أو your town، المنطقة بتاعتك أو البلد بتاعتك. في يونت 2 كان بيتكلم عن الشوبينج. يونت 3 كان بيتكلم عن كوميونيتي، المجتمع وازاي نساعد المجتمع. يونت 4 كان بيتكلم عن experiences، الخبرات والتجارب. يونت 5 كان بيتكلم عن الرول موديل اللي هو القدوة بتاعتك. ويونت 6 كان بيتكلم عن التينز او التين ايجرز والبروبلمز بتاعتهم. تمام، تعال نشوف كده ازاي هنكتب. هنبدأ الاول طبعا بالعنوان، وهنغير يور لماي يبقى ماي رول موديل. وبعدين بقى نكتب جمل بسيطة كده نراعي فيها البنكتويشن. نكتب أول حرف كابيتال في الجملة، بعد ما نخلص الجملة نحط نقطة ونكمل بحرف كابيتال تاني بعدها. نكتب على شكل باراجراف زي ما انتم شايفين كده. وهذه نموذج للكتابة بتاعتنا اهو. ماي رول موديل، العنوان في نص السطر. ماي رول موديل از ماي فاذر، اخترت انا ابي. ممكن اكتب عن حد مشهور او عن اي حد في الاسره بتاعتي. he is a successful doctor، he helps poor people for free، هو طبيب ناجح وبيساعد الناس الفقراء مجانا. he works very hard، بيشتغل بجد. he looks after his family، وبيخلي باله من العائلة بتاعته. I want to be like him، نفسي أبقى زيه. أو أي جمل بهذا الشكل. أهم حاجة زي ما اتفقنا الجمل تكون فيها جرامر صح، فيها كلمات مظبوطة وسبيلنج وبنكتويشن، وتكون تبع الموضوع. ننتقل للنموذج الثاني. أحمد أند علي، نبدأ بالديالوج. أحمد أند علي ميت، بيتقابلوا هما الاثنين after the summer holiday، بعد أجازة الصيف. أحمد بيسأل where did you spend your last summer holiday؟ أين؟ نركز أوي على أدوات الاستفهام. أين قضيت فترة الأجازة الصيفية اللي فاتت؟ قال له in Italy، في إيطاليا. رد عليه أحمد بسؤال تاني، قال له did you travel by ship؟ يا ترى سافرت بالسفينة or ولا by بلين؟ خلي بالك هنا السؤال بادئ بدid بس مش هجاوب بيس ونو عشان كلمة or. راح علي اختار اختيار من الاثنين. أحمد سأله سؤال، رد عليه علي قال له I stayed there for 2 months، قضيت هناك شهرين. أحمد سأله سؤال وبيقول له what did you buy from Italy؟ يا ترى اشتريت ايه من هناك من إيطاليا؟ what did you buy from Italy؟ ورد عليه علي. طبعا في إجابات قلنا بتبقى مفتوحة في الديالوج، ما تقلقش بالعكس اللي انت هتقوله صح. يبقى مثلا أول سؤال أهو did you travel by ship or by plane؟ أقول أي حاجة. ممكن أقول إجابة كاملة، أقول I traveled
باي شيب أو أقول باي شيب على طول. الاتنين صح. السؤال الثاني هعمله منين؟ هبص على الإجابة. بقول I stayed there for 2 months. قعدت هناك شهرين. يبقى فين المعلومة اللي هي for 2 months؟ قعدت شهرين. طب أسأل عن المدة الزمنية دي بإيه؟ how long. صح كده. يبقى أنا هجيب السؤال من الإجابة بتاعته. how long. وطبعا احنا بنسأل في الماضي البسيط يبقى did you stay. هنشيل الاي دي من stay عشان احنا كنا ضفناها ليها عشان الماضي البسيط. دلوقتي جبنا did، يبقى did بيجي بعدها مين؟ المصدر. يبقى how long did you stay there. يبقى بعد ما احذف المعلومة اللي انا اسأل عنها وعوض عنها بأداة الاستفهام، ارجع تاني للفعل والفاعل، اشوف مفيش فعل مساعد، هنا الكلام في الماضي يبقى جبت did زي ما هو قايل في اول مين؟ في اول الديالوج. بعد كده هقول هغيرها اليو، وستي هتنزل بدون اي دي، وزير هتنزل زي ما هي. اخر سؤال بيقول what did you buy from Italy. اشتريت ايه من ايطاليا؟ اي حاجه بقى زي ما اتفقنا. محدش يقول انا عايز عرفني هو شاري ايه. هو عايزك اي حاجه تكون بتشتري. يبقى ممكن اقول اجابه كامله برضو I bought some clothes. اشتريت بعض الملابس and a watch. او اجاوب على طول واقول الاجابه على طول some clothes and a watch. تمام كده. ده اول سؤال معانا وهو سؤال الديالوج. نروح للسؤال الثاني في النموذج الثاني. اول حاجه الموقف الاول بيقول يو اسك. انت بتسال. يبقى خلي بالك احنا قلنا ممكن الموقف دي تكون انت هتطرح سؤال او هترد على سؤال. يو اسك المره دي انت اللي هتسال about عن the price سعر of a new TV. سعر جهاز تلفزيون جديد. طيب هسأل اقول ايه؟ هتسأل عن السعر يبقى ده غير عاقل، يبقى تقول what. ماشي. وبعد كده is. تمام. the price of this new TV. ماشي كده. يبقى what is the price of this new TV. ممكن كمان اسأل ب how much. صح. يبقى how much is this new TV على طول. مفيش بقى برايس. يبقى what is the price. ماشي. لكن هنا how much is this new TV على طول. رقم 2 your friend. ماشي. your friend ماله your friend tells you. بيقول لك معلومة. ايه المعلومة دي؟ ان he or she هو او هي has won فازت ب a competition. فازت بمسابقة. أخدنا التعبيرات اللي بتعبر عن إيه. لو أنا حبيت أعبر عن واحد أنجز أو أشجعه وأقول له برافو عليك، هقول له إيه؟ هقول له well done. أحسنت. congratulations ألف مبروك. you did really well. أنت أنجزت. that's a great achievement. أي حاجة صحيحة. السؤال الثالث معانا في النموذج الثاني هو سؤال اختياري. قلنا 5 جمل على الكلمات والجرامر، كل جملة عليها درجة. My parents أول جملة على الكلمات married in 2011. هعرف ازاي ان على الكلمات؟ هلا كلمات مختلفة مش من أصل واحد. يبقى عندي gave وmoved ودid وgot كلهم في الماضي البسيط. يبقى هنا مش عايز الزمن، أنا عايز الكلمة اللي تمشي مع كلمة married. يبقى قلنا got married يعني تزوج. يبقى my parents أبواي تزوجا في عام 2011. Number 2 when something is it is unusual. عايز يقول لي عايز كلمة بتساوي كده unusual يعني غير معتاد. يبقى حاجة special مختلفة. تمام. different مختلفة عن الباقي، احنا مش متعودين عليها. Number 3 she hasn't seen her father. ما شافتش باباها. she was a child. يبقى ده مضارع مين؟ مضارع تام has والتصريف الثالث. طيب قلنا المضارع التام بيعبر عن ايه؟ حاجه بدات في الماضي ولسه مكمله معانا لحد دلوقتي. طيب لو انا عايز اقول بدات امتى يبقى استخدم كلمه since. لو عايز اقول بدات بقى لها قد ايه وجي في فتره زمنيه استخدم كلمه for. يبقى هنا بيقول لي she was a child منذ ان كانت طفله. يبقى ما شافتش باباها، مثلا باباها سافر والكلام دوت وهي طفلة ولحد دلوقتي ما شافتوش. رقم 4 we moved to the city 3 years. ده ماضي بسيط moved هوت. يبقى مين الكلمات اللي بتيجي مع الماضي البسيط؟ قلنا ago. يبقى 3 years ago من 3 سنين فاتوا.
يبقى هناك مع المضارع التام كنا بنقول for لمدة، أما هنا بنقول ago. A doctor has to خدنا في الوحدة الأخيرة الأفعال الناقصة وقلنا إن دايما بيجي بعدها المصدر. يبقى دكتور has to يعني المفروض إن الطبيب يكون to be good at science subjects، متميز أو جيد في المواد العلمية. ونروح للسؤال الرابع وهو سؤال القطعة. قلنا القطعة عليها 5 أسئلة، 3 بنجاوب عليهم و2 اختياري. نقرأ القطعة مع بعض الأول كويس، نعلم على المعلومات الرئيسية وبعد كده نبدأ نحل الأسئلة. Some children lived with animals for many years. في أطفال اتحكم عليهم أنهم يعيشوا مع الحيوانات لفترة طويلة. This happened in many different countries. ده حصل في دول مختلفة كثيرة. In India مثلا هنضرب مثال بالهند. A mother once worked in a rice field. كان في بتشتغل في أحد مزارع الأرز. She left her 2-year-old. سابت ابنها اللي كان عمره كام؟ 2 بوي on a path على طريق near the field بالقرب من مين؟ من الحقل. where she worked اللي كانت شغالة فيه. a tiger came عدى كده تايجر و out طلع كده من trees from the trees and picked the little boy up by his clothes وراح شايل الواد من هدومه. The tiger didn't hurt him. ما عوروش، ما جرحوش، ما أصابوش بأذى. The tiger took the boy بل إنه أخد الولد دوت and looked after him واعتنى بيه. It gave him food اداله الأكل to eat and didn't let any other animals hurt him وما سمحش لأي حيوان تاني إنه يأذيه. 4 years later خلي بالك من التاريخ، بعد كده بعد الحادثة دي ب4 سنوات. Some men found the boy لقوا الولد دوت while they were hunting in the forest كانوا بيصطادوا في الغابة. The boy could not speak طبعا ما كانش بيعرف يتكلم أو ما سمعش لغة and he could not walk on 2 legs وما كانش بيعرف يمشي على رجليه بس بيمشي على مين؟ he walked on his arms زي الحيوانات طبعا بيمشي على ايديه ورجليه and legs. he was a tiger boy وكان مزيج من التايجر في تصرفاته والبوي في أصله اللي هو الولد دوت. بعد ما قرينا القطعة تعال نحل مع بعض الأسئلة. قلنا 5 أسئلة، 3 أسئلة بنجاوب عليهم وسؤالين اختياري. أول سؤال معانا نركز أوي على أداة الاستفهام والمعلومة المطلوبة. أول سؤال بيقول How did the tiger pick up the little boy؟ إزاي التايجر قدر إن هو يشيل الولد الصغير ده؟ قلنا هناك الإجابة by his clothes. عايز تجاوب إجابة كاملة تقول It picked him up by his clothes. لو جاوبت إجابة كاملة صح، لو جاوبت by his clothes صح. رقم 2 What did the tiger do to look after the little boy؟ ايه اللي عمله التايجر عشان يخلي باله من الولد الصغير؟ قلنا it gave him food to eat وفر له الأكل عشان ياكل and didn't let any other animals hurt him وما سمحش أي حيوان تاني إن هو يأذي. السؤال الثالث How old was the boy when some men found him؟ عمر الولد كان قد ايه ساعة ما عثر عليه الرجالة؟ قلنا ان هو هنا هنحسب مامته فقدته وعنده 2 وبعد كده الرجالة عثروا عليه 4 years later بعد 4 سنوات يبقى 4 و2 يبقى معناه ان هو he was 6 years old او نكتب 6 years old على طول. كده تكون إجابة ال3 أسئلة الأولين. تعال نشوف أسئلة الاختياري. The boy used his for walking استخدم ايه او كان بيستخدم ايه؟ قلنا arms and legs. رقم 2 From the story من القصة the tiger was a very animal قلنا kind animal حيوان طيب لأنه ساعده ومنع كل الحيوانات التانية إن هي تأذيه أو تتعرض ليه. السؤال الخامس في النموذج الثاني وهو سؤال الباراجراف. مطلوب مننا 6 جمل زي ما قلنا. ممكن الموضوعات دي تكون من موضوعات القراءة اللي كانت في الوحدات زي ما كان في النموذج الأول، ممكن تبقى موضوعات عامة زي your favorite hobby sport game أي حاجة من الحاجات ديت. ممكن كمان يقولك اكتب عن a visit زيارة لأي مكان أنت قمت بيه.
تعال نشوف زي ما اتفقنا. نبدأ الأول بالعنوان my favorite hobby، هنغير يور لماي my favorite hobby، وهنكتب أول جملة إيه هي your favorite hobby. my favorite hobby is drawing، الرسم. هتكتب بتعمل إيه في الهواية ديت؟ I draw flowers and trees، برسم زهور وأشجار. رقم 3 I draw in my free time، برسم في وقت فراغي. رقم 4 my parents encourage me، بابا وماما بيشجعوني. رقم 5 they buy me paper and crayons، بيشتروا لي الورق والكريونز والأقلام الألوان. رقم 6 I won a prize last year، فزت بجائزة السنة اللي فاتت. وآخر جملة معانا I want to be an artist، دول 7 كمان اهو، عايز أبقى فنان. كده يكون انتهينا من حل نموذجين من نماذج الامتحانات. أتمنى لكم جميعا إن شاء الله النجاح والتوفيق والسداد، وإن شاء الله نتقابل على خير في الترم التاني. بس يا ريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلنا كل جديد، ولايك وشير، وأشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.